تعرف إنك مجرد ما تسيب الشاحن في الفيشة ممكن يحرق فلوس كتير ويقصر من عمر أجهزتك؟ الكهرباء اللي بنضيعها على الفاضي مش بس بتزود الفاتورة، دي ممكن لا قدر الله تعمل حريق أو ماس كهربائي. زيادة الكهرباء في الأسلاك بيخليها تسخن، ومع الوقت ممكن لا قدر الله يحصل ماس كهربائي أو حريق في البيت، زي مثلا لمبة صغيرة بس متسابة منورة في أوضة فاضية طول النهار. الحرارة بتزيد وكل يوم بتخسر جزء من أمان بيتك، والأجهزة في وضع الاستعداد بتستهلك كهرباء حتى وهي مقفولة. زيادة الاستهلاك بيخلينا نزود إنتاج الكهرباء، وده بيزود انبعاثات الكربون اللي بتلوث الهواء. يعني كل لمبة منورة زيادة بيكون قصادها جزء من التلوث. فالحل البسيط هو فصل الأجهزة من الفيشة بعد الاستخدام، واستخدام لمبة موفرة، ونشغل التكييف بذكاء. كل خطوة بسيطة مش بس بتوفر فلوس، دي بتحمي سلامتك وسلامة بيتك من الضرر. هذا العمل تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. كان هذا العمل تحت إشراف دكتور أحمد كمال، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة ندى كمال، مستشارة النشاط الثقافي. إعداد الطالبة سناء عصام، طالبة بكلية الآداب قسم الفلسفة، والطالب إسلام دهب، طالب بكلية التجارة قسم إدارة أعمال، جامعة قناة السويس.